السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كنرحب بالمتتبعين الاوفياء لقناة وصفات حكيمة الغازي. بالنسبة للوصفة ديال اليوم غادي نشارك معكم وصفة لازالة الم الراس او الصداع النصفي او الشقيقة من الاستعمال الاول. جربوه صدقوني راه ما غاديش تخطاكم، فهاد الوصفة غادي تعالج لكم الم الراس نهائيا. جربوه وراه بمكونات بسيطة اقتصادية، موجودين في أي دار مغربية وفي أي دار عربية. قبل ما ننطلقوا لطريقة التحضير ديال الوصفة ما تنساوش الاشتراك في القناة وتدعموني بلايك ديالكم باش الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس والفائدة تعم. غادي ننطلقوا لطريقة التحضير ديال الوصفة. بالنسبة للمكون الأول اللي غادي نحتاجه في الوصفة ديالنا فهو السدر المطحون. حبذا لو أنه يكون السدر جديد يعني خضر، الا ما كانش يمكن لكم تخدموا اي نوع عندكم. فالسدر الفوائد ديالو عديده، سواء الجسم سواء الراس سواء الجهاز الهضمي، عديده وعديده جدا. فهو علاج قاتل لالم الراس، كيقضي على السموم في الجسم، كينشط الجسم، وكذلك كيضبط ضغط الدم اللي كاين الا كان طالع او لا الا كان هابط كيضبطو، يعني مجدد للطاقه وزوين كذلك للجهاز الهضمي. وبالنسبه للمكون الثاني اللي غادي نحتاجه في الوصفه ديالنا فهو الحناء. الحناء فراه الفوائد ديالو معروفه، سواء الراس او السخانه او اللي فيه التبوريشه، راه زوين بزاف. وكنضيفوا ليه العسل، تقريبا 3 المعالق ديال العسل و3 المعالق ديال اوراق السدر و3 المعالق ديال الحناء. الا ما كانش العسل حبذا يكون العسل الطبيعي الحر، الا ما كانش يمكن لنا نخدموا زيت الزيتون فراه غتكون نفس الفعاليه. الا ما كانش العسل يمكن لنا نضيفوا زيت الزيتون. وبالنسبه لهاد المكونات غادي نخلطوهم تيت جانسو ونضيفوا لهم واحد الكميه قليله من الماء حتى يتقاد معنا القوام ديال الخلطه. حبذا يكون مياه دافئه، تكون مياه دافئه. وبالنسبه للوصفه غادي نقول لكم طريقه الاستخدام ديال الوصفه. غادي نطبقوا الماسك على الراس ديالنا تينشف كليا. يمكن لكم ديروه بالليل وتنعسوا به حتى الصباح عاد تغسلوه. يمكن لكم ديروه تقريبا واحد الساعه المكانه وتحيدوه. المهم راه غادي تشوفوا نتائج فوريه يعني من الاستعمال الاول. يعني درتوه اليوم غادي تحسوا بالفرق اليوم. جربوه صدقوني راه ما غاديش يخطاكم. من الاستعمال الاول غادي تشوفوا النتيجه ديال، سواء فيك الصداع النصفي، سواء فيك الشقيقه، سواء فيك الم الراس، سواء من الشمس او من العيا ولا من ستريس، يعني غادي تهناو من الالم ديال الراس او لا الشقيقه نهائيا. جربوه صدقوني.